إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، شهادة ندخرها إلى يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه ووليه وخيرته من خلقه ونجيبه من عباده. اللهم صل وبارك عليه في الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الصائمون، نزف إليكم تحية عطرة مباركة في هذا اليوم العظيم المبارك من أيام رمضان، فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقاعدا ومن الله قبولا ورضوانا. نسأل الله عز وجل ببركة شهر الصيام أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يبارك لنا في أوقات رمضان. أما بعد، موضوعنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى حول مدرسة رمضان، هذه المدرسة الإيمانية الربانية المباركة التي امتن الله عز وجل بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل سنة من أجل أن يحققوا غاية ومقصدا عظيما، ألا وهو مقام ومقصد التقوى. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلم يقل لعلكم تأكلون أو لعلكم تشربون، وإنما قال لعلكم تتقون. فالغاية الكبرى من الصيام والامتناع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ليس عقابا من الله عز وجل لأمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الغاية هو تزكية وتطهير النفس من المعاصي والذنوب والاجتهاد في الطاعات والقربات من أجل أن يصل المسلم الصائم إلى هذا المقام الرفيع. قال سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن طبيعة النفس البشرية: بسم الله الرحمن الرحيم: فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالاجتهاد في مدرسة الصيام يكون أولا على مستوى القلب، لأن التقوى محلها القلب، وهذا ما أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أحاديثه وهو يتكلم عن التقوى ويشير إلى قلبه صلى الله عليه وسلم فيقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. والتقوى ببساطة أيها الصائمون هو أن تجعل بينك وبين المعاصي واقيا وحاجزا، فإذا ابتعدت عن المعاصي والذنوب والآثام وأقبلت على الله سبحانه وتعالى وكان لك برنامج في شهر رمضان للطاعات من صلاة الجماعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يضاعف صلاة الجماعة، والصلاة يضاعفها إلى 70 ضعفا، والنافلة تعدل الفريضة، إلى قراءة القرآن والاجتهاد في الإكثار من الختمات والتركيز على التدبر، لأنه المقصد الأسمى من قراءة القرآن. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إلى ذكر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالصائم إذا ابتعد عن الذنوب والمعاصي وجعل بينه وبين الذنوب والمعاصي واقيا وحاجزا وأقبل على الطاعات والقربات والاجتهاد في الإكثار من
العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى حتما سيصل إلى تحقيق مقام التقوى، وهذه التقوى ليست مرادة لذاتها، وإنما هذه التقوى الأصل أن يكون لها الأثر الإيجابي في أخلاق الفرد وفي أخلاق الأسرة وفي أخلاق المجتمع. ولعلنا في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى سننقل مدرسة الصيام إلى الواقع المعاش. هذا ما أردت أن أخبر به إخواني وأخواتي الصائمين والصائمات. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يبارك لنا في أوقات رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.